مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي روح على ليدل وحابة انه هيك اصور لكم شوي. ليدل هو عبارة عن سوبر ماركت الماني. عنده شغلات كتير حلوة. الحلو فيه كمان انه هو كل اسبوع بينزل منتجات لانه مثلا بلد معين. يعني فرضا في عندهم مثلا اسبوع الايطالي، اسبوع يوناني، اسبوع الامريكي، اسبوع مثلا شرق اوروبا، اسبوع اسيوي. يعني كل اسبوع عنده هيك منتجات مختلفة. فانا الاسبوع اليوناني كتير بحبه لأنه منتجاتهم كتير قريبة علينا، يعني أكلاتهم كتير بيشبهونا. فبالأسبوع اليوناني بروح أنا هيك بتسوق وبستمتع وبحس حالي مبسوطة، يعني ما بعرف، بحس حالي هيك، بحس بالانتماء يعني. فحاب اليوم صور لكم إن شاء الله ما يكون في زحمة، فإذا ما في زحمة حصور لكم مشان تشوفوا معي. طيب خلونا ناخد عرباية ننطلق. طيب هلا هون عم ورجيكم المنتجات اليونانية. أول شي زيت الزيتون تبعهم كتير ظريف، يعني ممتاز، إذا بتلاقوه خدوه من دون تفكير. هون عندهم فليفلة، مخلل فليفلة كمان كتير ظريف وكتير طيب. هاي الأصابع زينب على فكرة نفس اللي عنا تمام، بس الفكرة بتيجي حلوة زيادة، فما بعرف إذا حتحبوها أو لا. هاي السمسمية كمان عنا معروفة، كمان نفس اللي عنا تماما، هذا خل البلسمك. الطحينية عندهم كتير ظريفة، في عندهم نوعين، طحينية عادية وطحينية مع عسل. كمان الزيتون الأسود كتير ظريف عندهم. هدول هيك أنواع البتيفور كمان كتير بتشبه البتيفور تبعنا تماما يعني. هون عندهم هاي الفليفلة المشوية، طبعا أنا جربتها طلعت كتير طيبة، ونصيحة نصيحة جربوها. هلا هي حتى بس كتير طيبة. هلا هون في عنا الكعك، كعك بسمسم، يعني نفس كمان الكعك اللي عنا مع الحليب كتير طيب. كمان نصيحة بس تلاقوه كمان جيبوه، كتير طيب. هون بقى المعلبات عندهم هي بتلزم عندكم أوقات لما يكون واحد مثلا ما عنده طبخة كذا، فعندكم هون الفاصولية بالزيت، البامية، اليالنجي، حتى في عندهم حمص حب يعني هيك متبل جاهز. فهي شغلات كلها طيبة، جربوها يعني نصيحة. يعني الأسبوع اليوناني هو أحسن أسبوع بينزل بليدل. الزيتون الأخضر كمان عندهم بينزل كتير كتير ظريف، كمان نصيحة جربوه. وبس هاي هي كل المنتجات. فالأسبوع اليوناني هو أحسن أسبوع بليدل، فشو ما هيك لقيته عندهم جربوه، كله ظريف. هاي خلصنا تسوق، خليني أعبي الأغراض ب- بكيس السيارة. طبعا طبون السيارة مليان مليان أغراض. بس هلا بالبيت رح ورجيكم شو اشتريت. هلا أنا ما كتير صورت جوا المحل لأنه كتير عنجة. هلا الصبح كل الناس بتيجي تتسوق. هلا بالبيت بورجيكم اللي اشتريته. طيب هلا رجعت على البيت، رح ورجيكم شو اللي اشتريته. هدول كلهم اغراض اللي اشتريتهم. اول شي اشتريت موز للولاد. اشتريت هاي الجبنة، هي اصابع جبنة، رح اورجيكم اياها من جوا كيف. هاي عندي انا اياها قديمة، فبتجي هيك يعني بتجي مع بعضها، فبتفصلوا كل اصبع جبنة لحاله. انا بحط لهم اياها باللانش بوكس تبع المدرسة انه سناك، بيحبوها هيك ياكلوها يعني مع اللانش بوكس يعني. خس بيجوا تنتين مع بعضهم. كيس جزر. خيار، شوفوا الخيار بأوروبا كيف بيكون، يعني طوله شي نص متر. هاي بقدونس، جبت فانيليا لأنه خلصت اللي عندي.
توست هذا انا بجيبه، بجيب 50% طحين ابيض و50% طحين اسمر، فهذا اللي بجيبه انا، متعودين عليه، كتير طري وظريف. جبت بيض كمان، هي نوعية انا بحبها، وكيوي. الفريز هون غالي عندهم شوي. بندورة بتجي هيك. هاي الليمون. اللبن انا ما بجيب غير اللبن اللي موجودين باوروبا، نصيحة اللبن اليوناني كتير طيب، اللبن يعني كتير قريب للبن تبعنا. حتى اذا بدكم تعملوا لبنة انا بحطه بكيس وبصفي وبعمل لبنة كتير 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 طيب، فهذا احسن نوعية، هذا اللبن اليوناني. حليب مكثف كمان مشان نساوي فيه حلو. هاي بردقان. في هاي ماسكربون رح اورجيكم اياها، هاي قشطة، هاي للحلويات كتير طيبة، كمان اللي موجودين باوروبا هاي قشطة كتير طيبة. وهي معجون اسنان كمان، جبت معجون اسنان للولاد. وتفاح. هلا رح ورجيكم المنتجات بقى اليونانية. هلا اول شي جبت البزر الابيض، نفس البزر اللي كنا ناكله بسوريا، كتير طيب يعني، هاد غير شكل للسهرة. جبت كمان الكعك، يعني كمان والله من شي هيك اسبوعين تقريبا قال لي ابني انه بدي كعك مع حليب، فقلت له خلص حتى اروح على المحلات العربية بجيب لك، فسبحان الله نزلوه على الاسبوع اليوناني، فكعك نفس الكعك تبعنا، جبت له كيس. هلا هدول انا على طول بجيب منهم، يعني على طول بالاسبوع اليوناني بجيب منهم، مجربتهم يعني. هاي فاصوليا مثل الفاصوليا بنعملها نحن، فاصوليا خضراء بالزيت يعني، فبجيبهم اوقات اذا مثلا هيك مثلا ماني ملحقه، او مثلا عندي طبخه مثلا هيك ما بتكفي نص طبخه يعني، فمثلا بفتح علبه فهيك نمضي فيهم يوم. هاي مسقعه كمان نفس المسقعه تبعنا، طيبين يعني. هاي باميه، كمان باميه بالزيت، تمام، كمان كتير طيبه. وهذا ورق العنب كمان كتير ظريف عندهم. يلنجي يعني، يلنجي مو انه مو يبرق تبع اللحمه، هذا يلنجي ماشي. وجبت كمان هاي الطحينية تبعهم كتير ظريفة، أحسن بكتير من الطحينية تبع المحلات العربية. بتيجي الزيت فيها قليل، أول شي قطرميز ازاز، هي أهم شغلة. غامقة كتير طيبة. وبصراحة اللي بنجيبها من المحلات العربية بحس مغشوشة، لأنه نص العلبة زيت، هاي شوفوا حتى ما يعني يا دوب نقطة زيت من فوق، فهي كتير طيبة الطحينية عندهم. هذا كتير بحبه، بس ينزلوه فورا بشتري. فليفلة محشية جبنة، شو مو جبنة، اي مثل جبنة فيتا، كتير طيبة، محطوطين بالزيت، هاي كتير طيبة، اذا بتلاقوها اشتروها، كتير طيبة هيك على الفطور. وهي اول مرة بينزلوها، بس انا حابة اجربها، هي فليفلة مشوية مع الزيت، ما بعرف كيف حتكون طعمتها. انا مجربة الزيتون المشوي مع زيت زيتون كتير طيب، هداك زيتون مشوي تركي، فهي هيك حسيت منظرها حلو، فليفلة مشوية بالزيت الزيتون، فحجربها حشوف. وبس هيك، هدول هن اللي اشتريتهم، هاي الشغلات اللي اشتريتها اليوم. ما بعرف اذا بتحبوا هيك نمط من انه فيديوهات، انه مثلا ورجيكم انه شو بشتري مثلا، او شلون بتسوق، شو بجيب، فممكن اعملكم كمان. وبس هيك، اذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتراك بالقناة، وبس ادعموني، وبس هيك، سلام.